Thank you, brave boy. وقت المغامرة. ها قد حان. المسلسل اللي غير كل حاجة في مجال الأنيميشن، المسلسل الأفضل والأنجح في آخر 10 سنين، وهو أكتر مسلسل كرتون عشوائي هتشوفه في حياتك. أكيد أنت زي شفته أول مرة على كارتون نتورك بالعربية. التالي وقت المغامرة. بس كان محذوف منه كتير وما كانش مفهوم بالنسبة لنا قوي، وعلشان كده في الفيديو ده هنعرف بدايته وإزاي صنعوه، وهنعرف قصته وشرح العالم بتاعه، وهنمشي معاه موسم وهنتكلم عن الشخص أو الشيطان اللي ورا فكرة الملونين في المسلسل. وبس قبل ما نبدأ ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير وتتأكد انك عامل سبسكرايب في القناة. يلا بينا. المغامرة ها قد حان. سنسافر لأبعد مكان مع جيك ومع فين. يحلو وقت المغامرة. الفصل الأول، بداية صناعة المسلسل. صانع المسلسل هو بندلتون وورد، اتولد في سنة 1982 في أمريكا. نشأ كشخص انطوائي جدا، محب للفيديو جيمز ومجلات الكوميكس والكرتون، لدرجة إن أمه لما كانت بتحب تعاقبه كانت بتمنعه من إنه يشوف الكرتون. التحق بمعهد كاليفورنيا للفنون AKA كال آرتس. المعهد ده يا شباب اتخرج منه ناس كتير مهمة جدا، أهمهم جون ليستر العقل المدبر وأحد المؤسسين الرئيسيين لاستوديوهات بيكسار، وستيفن هيلنبرغ صانع ومبتكر شخصية سبونج بوب، وجريك ماكراكن صانع فتيات القوة. ومن الجيل الجديد اللي غيروا الأنيميشن، جيل الحركة الكرتونية الجديدة شبه كده جيل الواقعية الجديدة، جي كوينتل اللي عمل العرض العادي، باتريك ميكهيل اللي عمل خلف حائط الحديقة. تقريبا كل صانعين الكرتون متخرجين منه، شيء جميل والله. ليه ما عندناش معاهد زي دي هنا؟ يلا ما علينا. في فترة دراسته ما بين 2002 ل 2003 عمل كوميكس على الانترنت اسمها بوينو الدب، واللي من شكلها واضح طبعا الشبه ما بينها وما بين شخصية فين. الكوميكس دي ما كملتش، وبندلتون بنفسه مسحها من على الانترنت علشان شاف انها سيئة. اتخرج بندلتون في سنة 2005، واول وظيفة رسمية حصل عليها كانت الشغل على فيلمه التجريبي القصير لمسلسل وقت المغامرة، على طول وش كده لصالح استوديوهات فريدريتور اللي حكينا عنهم في حلقة نيكلوديون. الموضوع بدأ لما إيريك هومان نائب رئيس التطوير في استوديوهات فريدريتور شاف واحد من افلام بندلتون الطلابية وقت ما كان في المعهد. إيريك عجبه جدا ستايل بندلتون وقال له تعالى قدم لنا فكرة في برنامج اسمه راندوم كرتونز. ده البرنامج اللي اتعمل بالتعاون ما بين نيكلوديون واستوديوهات فريدريتور، اللي كان بيتعرض فيه حلقات تجريبية لطلاب وخريجين معاهد الكرتون علشان يختاروا منهم كام حلقة ويحولوها لمسلسل كامل. بندلتون خد الجيتار بتاعه في البرزنتيشن وغنى وعزف الأغنية الافتتاحية للمسلسل، واللي هتبقى الأغنية الثابتة للبرنامج على مدار السنين الجاية. هو جميل عاش، بس بصراحة النسخة العربية أحلى بكتير. المغامرة ها قد حان. ضحكوا وعجبهم الفكرة ووافقوا على الإنتاج. قصة الحلقة التجريبية ورسمها خد أسبوعين عن بن، أيوة، واللي واضح إنها اختصار لاسم بندلتون، وجيك الكلب السحري بتاعه في عالم من الفضاء الخيالي فويد كده. الشخصيات اللي ظهرت في الحلقة فين وجيك وأميرة العلكة وملك الجليد، وبس كده. جاست فايب، مفيش قصة، مفيش لور، مفيش شرح الحاجة. الحلقة اتعرضت على حكام برنامج راندوم كرتونز وعجبتهم جدا. كل ده الحلقة لسه ما اتعرضتش للجمهور. السنة اللي بعدها في 2007 الحلقة أخيرا اتعرضت ضمن برنامج راندوم كرتونز، وبعدها انتشرت اونلاين خصوصا على يوتيوب، وفي خلال سنة الحلقة جابت 1,000,000 مشاهدة وجذبت انتباه كبير جدا ونجحت، وبقى واضح جدا ان المسلسل ده فيه حاجة سبيشال. وبعدها بندلتون بمساعدة استوديوهات فريدريتور عرضوا الفيلم التجريبي على القنوات لإنتاجه كمسلسل كامل، وأول قناة كانت نيكلوديون، بما انه اتعرض عليهم قبل كده ووافقوا عليه. ولكن زي ما كلنا عارفين البرنامج اترفض تماما، ومش مرة مش مرتين، 5 مرات. اسباب الرفض العنيف ده كان ارتباك المسؤولين في نيكلوديون من الحلقة. زي ما قلنا الحلقة كانت عشوائية جدا، مثلا ظهور ابراهام لينكولن اوت اوف نوير كده على كوكب المريخ عشان يدي نصيحة لبن، وما كانش لسه زي ما قلت فيه لور واضح للبرنامج، وكانوا شايفينه تو ويرد وغير مناسب لخطتهم، وفضلوا عليه كرتون تاني اسمه فانبوي وتشمشم. دي حاجة بتضحك جدا الحقيقة، لان كلنا طبعا عارفين اللي حصل بعد كده. وبس بعد النجاح الكبير ده فريد سيبرت رئيس فريدريتور واللي كان مؤمن جدا بالمسلسل عمل حركة جريئة، خد المسلسل وراح على طول للمنافس المباشر لنيكلوديون كارتون نتورك وعرض عليهم المسلسل. بالمناسبة بندلتون في الوقت ده كان شغال في كارتون نتورك مع فريق عمل برنامج فلاب جاك كرسام ستوري بوردز، فكان ليه دلال عليهم يعني. المهم فريد قدر يقنع الرئيس التنفيذي لكارتون نتورك وقتها، وكانوا مهتمين جدا بالموضوع خصوصا بسبب الارقام الضخمة على الانترنت. ولكنهم قالوا لبن احنا بس عاوزين نتأكد ان نجاح الحلقة ما كانش مجرد ضربة حظ، وطلبت منه يكتب سكريبت كامل لحلقة جديدة من المسلسل. لكن إيريك هومان وفريد سيبرت نصحوا بندلتون انه ما يكتبش سكريبت نصي، قالوا له يرسم ستوري بوردز او لوحات قصة علشان ده اللي فعلا هيوضح ايه اللي في دماغه. وبمساعدة صحابه من
المعهد باتريك ميكاهيل، اللي زي ما قلنا عمل خلف حائط الحديقة بعدين، وآدم موتو، وده حد مهم جدا هنعرف دوره قدام هيبقى ايه. عملوا محاولتين، المحاولة الأولى فشلت والمحاولة التانية نجحت جدا، وهي ستوري بوردز حلقة ذا انكايريديان أو كتاب الأبطال، واللي عجبت كارتون نتورك جدا وخلتهم يوافقوا أخيرا في أغسطس سنة 2008 على إنتاج الموسم الأول. يا الله الموضوع صعب قوي، صعب لدرجة إن بندلتون وقتها كان بيمر بظروف مادية قاسية جدا، لدرجة إنه كان بينام في عربيته وما كانش في جيبه غير $20 بس، وكان خلاص هيستسلم وهيسيب مجال الرسوم المتحركة لحد ما جات له المكالمة من كارتون نتورك بشراء المسلسل. بحكم شغلي في الإعلانات مريت باللحظات دي كتير، الحمد لله ربنا كريم. وبس بعد الرحلة الطويلة دي خلينا نبدأ رحلة وقت المغامرة من البداية. بداية البرنامج وقصته من أول 2009 بدأوا شغل على البرنامج. المسلسل هنا كان ماشي بطريقة الستوري بورد، بيترسم ستوري بورد الأول للحلقة بعدين بيطوروا عليها، وده اللي دايما كان مخلي المسلسل مميز في مواضيعه العشوائية وكوميديته الجديدة، عكس مثلا طريقة الشغل في استوديوهات بيكسار. بيبدأوا الأول بالسكريبت، بعدين الأصوات بتتسجل، بعدين بيبدأوا يرسموا المشاهد ويحركوها بناء على التسجيل وبس. بعيدا عن كل الرغي الجميل ده، في إبريل سنة 2010 أخيرا تم عرض أول حلقة من وقت المغامرة. الموسم الأول حقق نجاح ضخم، ظاهرة جديدة في عالم الأنيميشن. وبس تنبيه قبل ما أبدأ أحكي وأشرح قصة المسلسل، أنا هختصر جامد، فالفيديو ده مش هيغنيك أبدا عن إنك تشوف المسلسل، فبلاش حد يجي في الكومنتات ويقول لي نسيت تقول كذا أو نسيت كذا، أنا قاصد. تمام، يلا بينا. الموسم الأول كان عبارة عن حلقات كتير، منها منفصلة ومنها متصلة. بداية لطيفة من غير ما يتكلم عن اللور. المسلسل بيبدأ بتعريفنا على العالم، وهو أرض أو، عالم غريب شبه عالمنا الحقيقي بس مختلف كتير عنه. وهغششكم معلومة هتظهر قدام عشان تبقوا بس عارفين الدنيا. أرض أو في الحقيقة هو كوكب الأرض بتاعنا. ما تستغربش، بس بعد مرور 1000 سنة من وقتنا الحالي، بعد ما اتدمر بكارثة نووية حصلت في حرب اسمها حرب الفطر، ذا جريت ماشروم وور. الحرب دي تسببت في محو حضارة البشر وعملت فجوة دائرية ضخمة في كوكب الأرض، وبسبب الإشعاع ده السحر اتنشر تدريجيا، وظهرت مخلوقات وسلالات جديدة شكلت العالم الجديد اللي مكون من 4 ممالك وعناصر. من الممالك دي مملكة الجليد واللي بيحكمها ملك الجليد، ومملكة الحلوى أميرة العلكة، ومملكة النار ومملكة السلايم. نفس فكرة العناصر الأربعة المعروفة، ولكن هنا عناصر 4 جنسية كده. وفي أرض أودي عايش فيها فين البشري الوحيد لحد الآن على الأقل، وجيك الكلب السحري اللي بيقدر يتمدد وبيقدر يشكل جسمه لأي حاجة هو عاوزها، واللي برضه هنعرف سبب ده قدام. بيمو، واللي زي ما هو واضح روبوت على شكل جيم بوي، عايش مع فين وجيك وبيساعدهم في كل حاجة. ملك الجليد مجنون حارتنا، الشرير الأساسي للموسم ده، واللي كان شخص غريب الأطوار جدا، عايش لوحده في مملكة الجليد ومهووس بالأميرات، بل وبيخطفهم كمان. وجانثر البطريق بتاعه هنتكلم عنه أكتر قدام. وأميرة العلكة أميرة مملكة الحلوى، وهي عنصر من العناصر الأساسية في المسلسل، شخصية طيبة وودودة وفين بيكراش عليها موت. مارسلين نص بشرية ونص شيطان. على مدار المواسم بنشوف إنها طيبة. وأميرة الفضاء الوعر، العنصر المضاد لكل العناصر، واللي هي أقبح واحدة وأمل واحدة في الأميرات كلها، لدرجة إن ملك الجليد ما فكرش يخطفها معاهم. أكتر حاجة ضحكتني إن اللي كان بيأدي صوتها كان بندلتون نفسه. العالم والمسلسل شبه قوي لعبة أمريكية اسمها Dungeons and Dragons، لعبة طاولة جماعية عبارة عن تنفيذ مهام أو كويستس، واللي كان وورد مهووس بيها في طفولته. واللي بنلاقي فين هنا شبه فئة في اللعبة دي اسمها بلادين، فارس مقدس بالنسبة له الدنيا أبيض وأسود، خير مطلق وشر مطلق، عنده رغبة كبيرة ومستمرة في مساعدة الضعفاء وإنقاذ الأميرات ومحاربة الوحوش، حتى لو كان ده هيؤدي لموته. أول كام حلقة كلها كويستس، مهمات بينفذها فين وجيك، بنشوف من خلالها العالم مع شوية تلميحات كده في الخلفية، حاجات متكسرة وعشوائية، عربيات، بيوت. بنعدي كام حلقة لحد ما بنوصل لحلقة ذا انكايريديان، فين بينقذ الأميرة وبتشوفه بطل، فبتقول له على كتاب اسمه ذا انكايريديان، كتاب الأبطال. فين على طول بياخد جيك وبيقول له انت عارف ده وقت ايه؟ جيك طبعا بيقول له بيتزا تايم، بهزر طبعا، قال له ده وقت المغامرة والتتر بيدخل والحاجات الحلوة. وبنروح في كويست جديدة. من الحاجات اللي ضحكتني طريقات بندلتون على الام بي سيز اللي في الالعاب، زي الشخصيه دي اللي طلعت لنا كلنا في كل لعبه كنا بندوس سكيب علشان نكمل المهمه. بس فين وجيك بينجحوا في انهم يوصلوا لكتاب الانكايريديان، والكتاب ده قدام هيبقى مهم جدا في القصه. في حلقه هي مش مهمه قوي بس اتحذفت تماما وما اتعرضتش على كارتون نتورك بالعربيه، اسمها ريكاردو ذا هارد جاي. شخصيه ريكاردو نفسه اكتر شخصيه ويرد هتشوفها. style of massage is called best friend massage. Oh my gosh. حاجات كده مش لازم نفسرها. بنكتشف بعدين ان ريكاردو ده عموما قلب ملك الجليد، واللي كان بيعمل تعويذه وخرج منه. بنشوف ملك الجليد المتجسد في ريكاردو قد ايه حقير وابن
يلا ما علينا. في الحلقة الثامنة عرفنا ان فين وجيك ساكنين سوا في بيت الشجرة، واللي في الحلقة رقم 12 بتظهر لنا اول مرة مارسيلين اللي بتيجي وبتطلعهم بره بيت الشجرة وبتقول لهم ان ده بيتها من مئات السنين. ومن هنا بنعرف عمر مارسيلين وبنفهم اكتر عن العالم، وبنعرف بعدين انها مصاصة دماء وبتتحول لوحش. فين وجيك بيلفوا ارض او علشان يدوروا على بيت جديد، وكل ما يلاقوا بيت بتبقى مارسيلين سكنته قبلهم، ولكن في الاخر بترجع لهم البيت بعد شوية اكشن كده. الحلقة 25 حلقة مهمة جدا. فين وجيك بيقابلوا بطلهم الأسطورة القديم بيلي اللي خلاص اعتزل البطولة وبقى شايف ان العنف مش الحل. المهم فين وجيك بيحاولوا ينفذوا تعليم بيلي الجديدة. Can you keep your evil doing quiet? يحلوا المشاكل بدون عنف، لكن بيكتشفوا في الاخر ان ارض او محتاجه بطل حقيقي يحارب الشر فعلا. وبس دي كل الحاجات المهمه اللي حصلت في الموسم الاول. تعريف عن العالم، تقديم الشخصيات، حلقات كتير بقى علشان نتعود على الفايبس، وشويه حاجات فعلا صعبه للاطفال، وعلشان كده كلنا كنا بنشوفه مشوه وما كناش فاهمين قصته. فبس خلينا نروح للموسم الثاني، الموسم اللي هيبدا يظهر فيه اللور الحقيقي. من اهم الحلقات حلقه سوزان سترونج. بنشوف سوزان اول ظهور لبشري في ارض او غير فين، بس مش بنبقى متاكدين قوي. بتاخدنا معاها الشعب عايش تحت الارض. فين بيفكر انهم بشر زيهم، واخيرا بقى لقى ناس شبهه، لكن لما بيدلهم على مملكه الحلوى بيبداوا اكل في الناس، ولكن بيتم محاربتهم بالنار وبيشيلوا الاقنعه، وبنكتشف انهم مش بشر، بس سوزان الوحيده اللي ما خلعتش قناعها. بعدين في حلقه جو ويز مي بنعرف لاول مره اسم اميره العلكه، ومن هنا بتظهر علاقه صداقه حميمه ما بينهم، واللي قدامها هنعرف عنها اكتر. الحلقه 24 و25 البدايه الحقيقيه لقصه المسلسل، لأن بيحصل فيها أول ظهور لمصدر الشر كله، الليتش. بنشوف الليتش محبوس في قصر الحلوى جوه سائل متجمد. فين وجيك وأميرة العلكة بيبقوا لابسين جواهر بتحميهم من إن الليتش يسيطر عليهم، لكن كان معاهم الحلزون ده اللي ما كانش لابس جوهرة. الليتش بيقدر يتحكم فيه وبعدين بيخليه يحرره. الليتش بعدها بيهرب لمخبأه القديم، محطة مترو قديمة مهجورة. أميرة العلكة بتطلب من فين وجيك منعه وبينطلق وراه. في نفس الوقت ده ملك الجليد بيجي وبيخطف الأميرة، العادي بتاعه. بنروح لمخبأ الليتش وهو قدامه سائل اخضر بيرمي عليه تعويذته. فين وجيك بيحاربوه، وبيجي ملك الجليد بأميرة العلكة. فين بيقدر يموت الليتش ويهزمه اخيرا، وملك الجليد بيفرح جدا وبيقرر يحرر الأميرة، فبيسيبها ايوه بتقع في السائل الاخضر. Oops. بياخدوا أميرة العلكة للمستشفى علشان ينقذوها. بتصحى بوش شاحب وبتتضخم وبتكسر المبنى، وبيبقى واضح لينا إن الليتش مسيطر عليها. ملك الجليد بيجمد الأميرة، بس بسبب ضخامتها بتفقد التوازن وبتقع وبتتكسر حتت. Okay, I didn't kill her this time. Everybody saw that. بعدها بيقيدوا تركيبها، قطع بسيطة بس اللي قدروا ينقذوها، فاللي فضل منها يكفي طفل عندها 13 سنة. شيء متخلف أنا عارف، بس هو فكرة إن في كائن معمول من العلكة من الأول شيء غبي بس لذيذ. وبس فين بيتبسط بده جدا علشان هي كده بقت في نفس سنه، بما إنه بيكراش عليها في الأساس. وفي نهاية الحلقة بنعرف إن روح الليتش لسه موجودة ورجعت للحلزون، وبيخلص الموسم الثاني سريعا كده. وبس نروح للموسم الثالث اللي هيبدأ فيه مشكلتنا مع الملونين. بنشوف في الموسم ده شعب الأسماك اللي كان مع سوزان، وبنشوف مدينتهم. فين بيساعدهم علشان يعيد إضاءة مدينتهم المهجورة، وبنشوف ماضي مارسيلين ملكة مصاصي الدماء والإكس بتاعها آش. وبعدها بنشوف أهم حلقات السلسلة تاريخيا، أسرار هولي جولي، لما فين وجيك بيلاقوا أشرطة فيديو سرية لملك الجليد بتكشف الشرايط مأساة ملك الجليد. سايمون بيتريكوف عالم آثار اشترى تاج غريب من عامل سفن، وبمجرد ما لبسه حصلت له هلوسة وملامحه اتغيرت، وفقد حبيبته بيتي اللي هربت بسبب جنونه. واللي بعدها بيسجل الشريط اللي بنشوفه ده وبيبكي وبيطلب السماح من اي شخص ممكن يأذيه قدام بسبب انه لابس التاج. كنا ظالمين ملك الجليد معانا. وبس بينتهي الموسم بتقديم أميرة جديدة، أميرة النار، اللي عندها 15 سنة وبيقع في حبها كالعادة. بعد ما بوني بول كرفت له. بس ثانية، فين مشكلة الألوان؟ هقول لك، أنا كنت سايبها للآخر. الموضوع بدأ ظهوره في الحلقة العاشرة من الموسم ده بعنوان What Was Missing. بدون الدخول في تفاصيل، بيدخلوا في حرب مع سيد الأبواب، وعلشان يهزموه، ودي حاجة أغرب وأغرب، بيبقوا محتاجين يعزفوا أغنية صادقة. فبتغني مارسيلين أغنية حزينة بتلمح فيها إنها نفسها، بصوا ما تتكسفوش من اللي هقوله ده، drink the red from your pretty pink face. انا مكسوف بصراحه. برغم الضحك ده الموضوع ما كانش صريح برضه لسه. وحصلت حاجه تانية، مقطع فيديو على قناه يوتيوب تابعه لاستوديوهات فريدريتور بيلخص الحلقه وبيصرح بصراحه ان في نص باطني مثلي، وعرض رسومات داعمه لده وسال الجمهور ايه رايهم في العلاقه دي. فريد سيبرت لما شاف الفيديو ده غضب وراح مسحه فورا وحذف القناه كلها، وقال ان فريق التسويق اتسرع وطرح نظريه من صنع المعجبين، مش تصريح رسمي. للاسف الجماهير المتخلفه هناك الداعمه للموقف ده اتهموا الشبكه انها رجعته
طبيعيه وانها بتنفذ الرقابه الذاتيه على نفسها. بعيدا عن ده خلينا نعرف مين كان ورا هذا الشيء. ريبيكا شوجر مبتكر مسلسل جرافيتي فولز قال انه بيعتبرها استغفر الله موسى اللي شق الامواج في مجال الكرتون علشان يحط افكار الحريه الجندريه. طبعا بالنسبه لي ده شيء حقير، بالنسبه لهم ريبيكا دي بايونير وعملت معجزه. بتقول في مقال من مجله انترتينمنت ويكلي: علينا ان نشعر الاطفال بانهم جزء لا يتجزأ من هذا العالم، لا يمكننا الانتظار حتى يكبروا لنخبرهم بذلك، والا سيكون الضرر قد وقع. يجب ان نخبرهم وهم لا يزالون اطفالا انهم يستحقون الحب والدعم، وان الناس سيتشوقون لسماع قصصهم. محدش متشوق والله، اقعدي على جنب. ريبيكا عموما زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، وهي مبتكره مسلسل ستيفن يونيفرس من اسوأ الحاجات اللي شفتها، واللي مليان برضو بالافكار دي. بس خلينا نتخطى ده ونروح للمواسم اللي جايه. المسلسل حاليا وصل لقمه جماهيريته تجاريا وجماهيريا ما بين سنه 2012 وسنه 2014، وده تسبب في بيرن اوت مهني كبير للمبتكر بندلتون وورد، واللي ما كانش عاوز ابدا يكون شخص اداري او مسؤول عن طاقم عمل كبير او مشروع كبير زي كده. هو ابسط من كده واهدى من كده. طبيعته الانطوائيه صعبت عليه قوي مهمه الشو رانر، فقرر من اول الموسم الخامس التخلي عن دوره كشو رانر وسلم القياده مكانه لصديقه ادم موتو. بصراحه كينج، الشغل جميل والنجاح جميل، بس انك تعيش وتتبسط اهم. وبس خلينا نبدا باحداث الموسم الرابع والخامس. الموسم بيبدأ بملكة النار، وزي ما قلنا بتنشأ علاقة حب ما بينها وما بين فين. في الموسم ده بنعرف شخصية زي جلوب وملك المريخ ورجل السحر. بنكتشف ان ملك الجليد ومارسيلين ليهم ماضي مع بعض. مارسيلين بعد حرب الفطر كانت طفلة، وسايمون كان بيعتني بيها وبيحميها، واللي بعد ما حط التاج بدأ بشكل تدريجي ينسى كل حاجة. بتخلص الحلقة دي واللي هي قبل الأخيرة في الموسم الرابع. الحلزون المتسيطر عليه من الليتش بيسرق كتاب الانكايريديان بعد ما بيقضي على البطل بيلي، وبيلبس جلده البشري كغطاء وبيقدر يخدع فين وبيخليه يقدر يجمع كل الأحجار الكريمة اللازمة علشان يفتح بوابة الأبعاد الكونية. بنعرف إن في أكوان كتير جدا على أشكال مختلفة، منهم بعد اسمه غرفة الزمن السحرية، وبيقول لهم إنه عايز يعمل كده علشان يحبس الليتش ما بين الأبعاد. ولكن كلنا عارفين إن بيلي مات، واللي بيتكلم ده الليتش. طبعا وقتها ما كناش عارفين، وبالفعل سرقوا آخر حجر من أميرة العلك وفتحوا البوابة، والليتش دخل البوابة متجه لغرفة الزمن السحرية. فين وجيك بيكتشفوا في آخر لحظة إنهم اتخدعوا، فبيدخلوا وراه في البوابة بتتقفل. بعدها بنشوف فين شكله غريب جدا، وبنشوف جيك كلب عادي جدا. وبعدها بينتهي الموسم الرابع وبنبدأ الموسم الخامس. الموسم بيبدأ من بعد ما فين وجيك دخلوا البوابة الكونية اللي بتوديهم على غرفة الزمن. غرفة لونها أصفر، جواها كائن الأمنيات الأسطوري بريزمو، كائن على شكل ظل على الحيطة ورايق جدا. بيقول لهم إن الليتش وصل قبلهم وطلب أمنية، وأمنية الليتش كانت محو كل أشكال الحياة من الأكوان، بس علشان هم جوه الغرفة ما حصل لهمش حاجة. فين بتسرع علشان ينقذ الموقف بيتمنى أمنية: أتمنى إن الليتش ما يكونش موجود من الأساس. وبسبب ده دخلنا في بعد جديد اللي شفناه في آخر الموسم اللي فات تحت اسم بعد المزرعة. بعد بديل الليتش ما ظهرش فيه لأن سايمون ملك الجليد ضحى بنفسه ومات تحت قنبلة نووية مجمدة قبل ما تنفجر ب1000 سنة، وحمى الأرض من حرب الفطر. وفين عبارة عن بشري إيده مبتورة ومركب إيد صناعية. عيلته فقيرة جدا. فين بيمشي هو وكلبه جيك، وبيلاقي مكان تحت الأرض بينزل فيه وبيشوف سايمون والتاج الذهبي اللي بيشوف انه هيحل كل مشاكل عيلته. ولكن بتظهر لنا ست عجوزه. الست دي هي مارسيلين، بتحاول تمنع فين، ولكن فين في النهايه بيسرق التاج. بيحصل مشاكل ما بينه وما بين شويه بلطجيه، بيضطر فين في الاخر يحط التاج علشان ينقذ اهل القريه واهله، وبيفجر القنبله. والقدر بيعيد نفسه لتاني مره، والليتش بيظهر تاني. وهنا بنعرف ليه الليتش ظهر اصلا. الماده الخضراء دي اللي طلعت من القنبله النوويه لمست شخص ما وحولته لوعاء الليتش، والمره دي وعاء الليتش كانت جيك. بنرجع لغرفة الزمن بنلاقي جيك لسه هناك بيشوف اللي حصل لفين، وبنعرف ان خلاص كده أمنية فين فشلت وكل حاجة رجعت زي ما كانت. وبريزمو بينصح جيك انه انت مازال عندك أمنية، وجيك بيتمنى ساندويتش ايوه، بس الحمد لله بريزمو ما بيحققش ده، وبينصحه انه يستخدمها في شيء اهم. وبعد معاناة بريزمو بيقدر يلقنه الأمنية انه يتمنى ان الليتش يتمنى ان فين وجيك يرجعوا لبيتهم في أرض أو. وبس بيرجعوا فعلا ولا كأن حصلت حاجة، والليتش موجود لسه في غرفة بريزمو. بس هنعرف قدام حصل له ايه. الموسم ده زي ما قلنا اطول موسم، العالم بيتوسع بشكل كبير قوي. اتمنى ما تكونوش اتلخبطتوا،
فبشكل سريع كده اذكر لكم الحاجات المهمه اللي بنعرفها خلال الحلقات. اول حاجه، جيك بيخلف من ليدي ريني كورن واللي كانوا في علاقه مع بعض، واطفاله بيكبروا في خلال يوم بسبب جينات جيك السحريه. بعدين سابهم لامهم ورجع يعيش مع فين تاني. وبنشوف بو الشخص اللي صنع بيمو، بنعرف ان عنده مصنع مليان نسخ كتير من بيمو. وفين في حلقه قدام من الحلقات بيخسر سيفه، بعدها بيضطر يروح يجيب سيف جديد، وبيلاقي في السوق الشخص ده اللي بيبيع له سيف نباتي غريب واللي هيبقى مهم قدام في القصه. وفي حلقه سايمون بيرجع لرشده بعد ما حد اسمه بيلانوتشي بيسلب طاقه السحر من كل الصحراء بما فيهم ملك الجليد، فالتاج بيقف عن العمل، وبسبب ده سايمون بيرجع لطبيعته. بيكلم مارسيلين تجيب له دب كان هو مديهولها، بيستخدمه في انه يفتح بوابه للماضي علشان يعتذر لحبيبته بيتي، ولكن بيتي بتنط جوه البوابه. بس للاسف سايمون جسمه بينهار وبيه شيخ بسبب انه عجوز، واللي كان مخليه عايش كل ده هو التاج. فبيتي بتقرر تدور في كل حته ازاي ترجع التاج يشتغل علشان سايمون يعيش حتى لو هيعيش مجنون. في الحلقه الاخيره بيلي بيظهر لفين في السماء وبيقول له ان ابوه البشري لسه عايش. بالمناسبه فين من وهو طفل كان يتيم. جوشوا الكلب ابو جيك لقاه واتبناه ورباه مع جيك. وبس اخيرا بيخلص الموسم الخامس، بدايه الموسم السادس. بعد ما فين عرف ان ابوه عايش من بيلي وانه عايش في مكان اسمه المعقل، فبسرعه هو وجيك راحوا لبريزمو علشان يساعدهم في انهم يلاقوه. ولكن بنلاقي في غرفه بريزمو الليتش لسه موجود بس متجمد ما بيتحركش. بريزمو بيقول لهم علشان يروحوا المعقل لازم يعملوا جريمه كونيه، وعلشان يعملوا كده لازم يجيبوا راجل عجوز نايم لاوضه بريزمو وبعدين يصحوه من النوم. بعد ما بيعملوا كده بيقول لهم ان انا مجرد حلم للراجل ده، ولو صحيتوه من نومه هموت وبقتلكم لسيد الامنيات هتكونوا عملتوا جريمه كونيه كبيره وهتروحوا المعقل. بريزمو اللي بيقدر يحقق كل الامنيات مجرد حلم لراجل عادي؟ يعني انا مش من حقك ترتبك وما تفهمش ايه ده، بس خلينا نكمل. بيرفضوا، ولكن الليتش اللي كان متجمد بيصحى وبيقتل الراجل العجوز، وبعدين بتتفتح بوابه للمعقل وبتاخد الليتش، وفين وجيك بيروح وراه. وفي المعقل بنشوف لاول مره ابو فين مارتن، واللي محبوس في المعقل كمجرم. احداث كتير بقى، جنون بيحصل. مارتن بيطلع ندل وحقير مش مهتم بابنه، عاوز يهرب مش اكتر، والليتش بيهرب كل المجرمين. وفين ايده بتتقطع، وحراس المعقل الدم بتاعهم اسمه الدم المرمم بيجي بالغلط على الليتش وبيرجعه طفل لانه بيرجع كل حاجه لطبيعتها. وجسد الليتش حاليا هو جسد بيلي، فالطفل ده هو بيلي في طفولته. والدم المرمم ده بيجي بالصدفه على دراع فين المقطوع وبيطلع من دراعه ورده. وفين عموما بعدين ايده بتنمو تاني وبترجع من خلال الورده دي، بس بطرف عشبي فيها. بنمشي قدام لحد ما بنوصل لحلقه بتعرفنا اخيرا جيك عنده القدرات السحريه دي منين. والموضوع مريب جدا، كائن فضائي غريب بيعض ابو جيك، فابو جيك بيطلع له ورم. الورم ده بيفضل يكبر لحد ما بيطلع منه جيك الطفل. Hello, Daddy. Hello, Mommy. ماشي، هنعرف معلومات اكتر عن الفضائي ده قدام، بس انا شاكك ان في حاجه صاص هنا بس مش هقول. وحلقه كمان فين وجيك بيفتكروا بريزمو، فبيقولوا لنفسهم يلا ننام ونحاول نحلم بيه، وبيحلموا بيه فعلا وبيقدروا يرجعوه بحلمهم ده. وفي الحلم ده فين بيحصل على سيف اسمه سيف فين، وكل اللي حصل في الحلم ده مرتبط بالواقع. فبريزمو بيرجع فعلا والسيف بيفضل موجود معانا. السيف ده موجود جواه هيئه مصغره من فين. هنعرف اكتر عن الموضوع ده قدام. وقدام في الاحداث بيظهر لنا شخصيه ايفر جرين صانع التاج. ايفر جرين ساحر جليد اسطوري، وهو عنصر الجليد الاصلي في كوكب الارض. وبنعرف ان العناصر الاربعه موجوده من زمان، بيتحكم فيهم اشخاص معينه. لو الاشخاص دي ماتت القوه بتنتقل لاشخاص تانية. ايفر جرين كان عايش في عصر الديناصورات قبل ملايين السنين، وكان عنده ديناصور اسمه جانثر. وده بيوضح لنا ليه اللي بيحط التاج شكله بيتغير كده، وبيسمي حيوانه الاليف جانثر. كوكب الارض وقتها كان مهدد بسبب ان في نيزك هيضرب الارض، والنيزك ده بيضرب الارض كل 1000 سنه. وعلشان كده ايفر جرين هيصنع التاج السحري ده اللي المفروض اللي هيلبسه هيقدر يوقف النيزك، ولكن بدون الدخول في تفاصيل للاسف المحاوله بتفشل والنيزك بيضرب الارض. ومن وقتها الى الان بيتم تناقل التاج السحري ده لحد ما بيوصل لسايمون ملك الجليد الحالي، واللي بنبقى كده عارفين انه مش هو عنصر الجليد الحقيقي زي اميره العلكه واميره النار. وفي حلقه كمان سوزان بترجع تظهر تاني وبتشيل القناع، وبنعرف انها بشريه بس في جزء معدني في دماغها، وهنعرف اكتر عنه قدام. وبنعرف اكتر عن جانثر اللي بيتضح في الحقيقه انه كائن كوني اسمه اورجالور، كائن قوي جدا كان بيحكم النظام الشمسي، ولكن وقع على الارض قبل زمن كبير وشكله تحول لشكل البطريق.
جانثر في خلال الحلقات بيبني صاروخ كبير علشان يطلع تاني للفضاء ويرجع لهيئته الحقيقية ويمتص طاقة المذنب اللي زي ما قلنا بيقع على الأرض كل 1000 سنة. وبس كالعادة فين وجيك بيروحوا وراه وبينقذوا الموقف، وبنكتشف إن الطرف العشبي اللي في إيد فين مازال يقدر يتحول لسيف، وبسببه قدر يهزم أورجالور ويدمره قبل ما يمتص طاقة المذنب. بيحصل حاجة غريبة، المذنب بيتكلم وبيقول لفين تعالى معي نتسابق في الحقوق. بيقول له تعالى معايا نبدا حياه جديده او ترجع الارض عادي. فين بيقول له لا فاكس انا هرجع، بس ابو فين واللي كان موجود وقتها بيوافق وبيروح مع المذنب. وبس بيرجعوا للارض واورجالور بيرجع معاهم، وبسبب الغلاف الجوي والجاذبيه بيرجع لشكل البطريق مره تانية. وبس بينتهي الموسم على كده. 6 مواسم، العالم بيتمدد وتفاصيل كتير وقصه معقده ومحتاجه ربط من كل حته. المسلسل بقى اقرب لمسلسل انمي. فبس خلينا نكمل وهنحكي بشكل مختصر اكتر المواسم اللي جايه. الموسم السابع. في بداية الموسم بنعرف أميرة العلكة جت منين. بسبب الإشعاع كان في كومة من العلكة موجودة في مكان ما، نزل منها حتة علكة، الحتة دي بقت هي أميرة العلكة. بعدها المسلسل بقى بينزل على شكل سلاسل قصيرة. أول سلسلة كانت ستيكس اللي بتحكي عن ماضي مارسلين وإزاي بقت مصاصة دماء. السلسلة دي خطيرة جدا بصراحة، ومن أول هنا المسلسل بقى مختلف عن زمان، ما بقاش عشوائي، بقى ليه بعد درامي كده محترم. بعد السلسلة دي بحلقات كتير بنرجع نشوف بعد المزرعة اللي اتوجد بسبب أمنية فين. بريزمو بيطلب من فين وجيك انهم ينقذوا البعد ده بعد ما فين الجليد ولتش جيك اتعاونوا علشان يفتحوا بوابة كونية باستخدام كتاب الانكايريديان بتاع البعد ده. المهم على طول فين وجيك بعد معركة كبيرة بيقدروا يمنعوهم انهم يدخلوا في البوابة الكونية، ولكن فين بيقطع ايد الليتش وبتقع جوه البوابة وبتنتقل لكل الابعاد. كل بعد بقى فيه ايد ليتش مقطوع بما فيها البعد الاصلي للمسلسل، خليكوا فاكرينها. وبس بياخدوا معاهم من البعد ده كتاب الانكايريديان علشان هنحتاجه بعدين. وبنشهد ظهور عنصر الجليد الحقيقي، الشخصية دي بيشنتس. في حلقة تانية قدام سيف فين بيتكسر بسيف فين العشبي، وبيفضل جزء من السيف العشبي جوه سيف فين اللي جواه هيئة فين المصغرة. سوزن بتظهر تاني وبيحصل حاجة تخلي الرقاقة المزروعة فيها تشتغل لأنها كانت معطلة، وبسرعة بتتحرك وبتاخد فين وبتقول إنها راجعة بيه للوطن. واللي بيتضح بعدين إن البشر لسه عايشين ومتواجدين في آفاق المحيط. في نفس الحلقة دي فين ما بيبقاش فاهم حاجة من سوزن، فبيضربها وبيقع وبيطلع الطرف العشبي اللي في إيد فين لحد ما بيوصل لسيف فين المكسور وبيلف حواليه مكونين نسخة فين العشبية. وبيخلص مع الحلقة دي الموسم السابع. الموسم الجاي بيبدأ بفين وأميرة العلكة بتصنع له طرف صناعي، وسوزن بتبقى في المستشفى، وفيرن اللي هو فين العشبي بيعيش معاهم فوق بيت الشجرة. فين بيحصل له أزمة وجودية لحد ما بيسيبهم وبيمشي. وبعدها بكام حلقة بندخل في السلسلة القصيرة التانية ايلاندز أو جزر. بتيجي سفينة بعد ما لقطت إشارة الرقاقة اللي كانت مزروعة في دماغ سوزن، بيبقى موجود فيها خريطة لجزيرة معينة. فبيقرر فين وجيك وسوزن يروحوا ورا الجزيرة دي. في طريقهم للجزيرة دي هيعدوا بجزر كتير، والجزر دي كلها هي الجزر اللي عايش عليها البشر. مجموعة من البشر قدروا ينجوا من كل ده وراحوا بعيد جدا واستوطنوا الجزر دي وبنوا حضارة كاملة عليها. وبنعرف ان سوزن كانت مبعوثة في مهمة من ام فين علشان تدور عليه وترجعه. وام فين هي دكتورة اسمها مينيرفا، اتجوزت ابو فين اللي كان وقتها شخص مش احسن حاجة، كان عامل مشاكل مع ناس وغشهم، فراحوا للبيت عنده واقتحموه، ولكن هرب منهم هو وفين على متن قطعة خشبية في البحر. لكن كان في حارس ضخم البشر بنوه علشان يحمي الجزر دي، اعتبرهم تهديد وكان لسه هيهجم عليهم، لكن مارتن ابو فين هجم على الحارس الضخم وساب فين لوحده على الخشبة وبعدين وقع في البحر. وبنعرف هنا ان ابو فين ما كانش ندل ولا حاجة، هو حصل له برين دامج بسبب ضربة الآلي الضخم ده. هو حرفيا ضحى بنفسه وضحى بعقله علشان ينقذ ابنه. وبس فين كمل على الخشبة لوحده لحد ما وصل لشاطئ ارض او. بعدين زي ما كلنا عارفين ابو جيك لقاه ورباه مع ابنه. المهم فين بيقابل امه اخيرا، لكن امه حولت نفسها لذكاء اصطناعي علشان تساعد البشر في الجزيره بعد ما انتشر ما بينهم فيروس بالغلط من زمان، لانها كانت فاقده الامل تماما انها تلاقي فين. بس الامور بقت تمام، وفين بيقدر يقنعها انه هيرجع لارض او تاني وانه مش هيقدر يقعد معاها هنا في ارض البشر. وبيخلص الموسم بفين وجيك وبيمو في طريق رجوعهم لارض او. الموسمين الجايين هم اقصر موسمين، كل موسم فيه عبارة عن 14 حلقة، وتقريبا مفيش حلقات فيلر تاني ابدا. فخلينا نكمل. الموسم التاسع بيبدأ برجوعهم لارض او، لكنهم بيتفاجئوا ان ارض او مختلفة تماما عن قبل ما يمشوا، وده اللي هنعرفه في بداية السلسلة القصيرة الثالثة سلسلة إليمنتس. بتبدأ بان فين وجيك بيلاقوا كل حاجة اتحولت لحلوى، حتى بيت الشجرة، حتى فيرن، وبيلاقوا ان ملكة العلكة بقت عبارة عن برج حلوى كبير. بيسألوها ايه اللي حصل، بتقول لهم انها صلحت
صلحت كل حاجة، وكمان هتصلحهم هم كمان بتحويلهم لحلوى. لكن فجأة بينزل حبل من السماء بينقذهم، بيطلعوا فوق السحاب بيلاقوا ملك الجليد، بيبصوا من فوق على أرض أو بيتفاجئوا بالمنظر ده. أرض أو اتقسمت بشكل رباعي عبارة عن 4 ممالك، الطين والجليد والحلوى والنار. وبنشوف الفلاش باك. الكارثة دي حصلت بسبب خطة من عنصر الجليد الأصلي بيشنس، اللي حاولت تستخدم سحر بيتي حبيبة ملك الجليد السابقة تصحي الطاقات الكامنة في الأميرات. لكن التعويذة خرجت عن السيطرة لأن قوة عناصرهم هي اللي بتتحكم فيهم وبتجننهم، وبسبب ده كل عنصر منهم حول كل مملكته بالعنصر بتاعه. بتظهر هنا بيتي صديقة سايمون بعد ما اتعلمت السحر وبقت ساحرة. المهم بتقول لهم إنها ممكن تحل الكلام ده بالاستعانة بكتاب الإنكايريديان. بيجيبوا الكتاب اللي خدوه من بعد المزرعة، وكالعادة لازم يجيبوا كل الجواهر اللي في تيجان الأميرات. في خلال ده جيك بيندمج مع جسم أميرة الطين وبيتحلل، وبنشوف أميرة الفضاء الوعر في مملكة الطين واللي الموضوع ما أثرش فيها لسبب ما. وبعد ما فين بيجمع كل الجواهر بيديها لبيتي، ولكن بيتي بتاخدها وبتاخد الكتاب وبتهرب، وبتسيب فين وأميرة الفضاء الوعر. كائنات الحلوى كلها بتقرب منه بشكل مرعب وخلاص، بس بتنقذه أميرة الفضاء الوعر في آخر ثانية. بيستخبوا في مكان وبتفسر لفين ليه ما بيأثرش فيها حاجة، وإنها ما تحولتش ولا لطين ولا الحلوى ولا لأي حاجة، وده علشان هي عنصر بحد ذاتها زيها زي بقية العناصر. بيتي بيتضح إنها كانت بتخطط لكل ده علشان تستخدم الكتاب والتاج وترجع بالزمن وتمنع سايمون من إنه يلبس التاج علشان يعيشوا مع بعض وما يسيبهاش. ولكن ملك الجليد بيخبط الكتاب والموضوع بيفشل باختفاء بيتي، اللي بسبب ده بتنتقل للمريخ. وملك الجليد بياخد الكتاب وبيديه لفين. فين بيفتح الكتاب وبيطلع منه الجواهر وبتندمج مع أميرة الفضاء الوعر، اللي هي كمان بتندمج مع الأرض وبترجع كل حاجة لطبيعتها. الأميرات، الشخصيات بما فيهم جيك اللي رجع لطبيعته فعلا، اللي شبه أبوه الحقيقي الفضائي اللي عض أبوه. عيب والله دي علاقة ما تنفعش. خلصت السلسلة وجيك بعد رحلة وجودية بيقدر يرجع شكله القديم. بعدها بكام حلقة بتظهر ايد الليتش اللي اتقطعت وانتقلت لكل الأبعاد الكونية. لو فاكرين الايد بتتكلم وبتستدعي الطفل بيلي، وبتاخده هو وفين لعرين الليتش القديم في المترو المهجور. لكن بيلي بيفوق وبيقتل الايد. بس في آخر الحلقة فيرن بيتضايق من كونه في ظل فين، وان كل الكريدت بيروح لفين الحقيقي، وبيلاقي ان حل كل ده ان ما يكونش فيه غير فين واحد بس. وفعلا بعدها بحلقة بيخدع فين وبياخده في مكان وبيحبسه هناك. بس فين بسبب الطرف الصناعي اللي عملته له أميرة العلكة بيقدر يهرب وبيروح ورا فيرن وبيقتله. فين بيرجع لبيت الشجرة حزين. I know that look. You just killed someone. وبقايا فيرن بتفضل موجودة في مكانها، لكن ايد حد غريب بيلمها في وعاء وبياخدها معاه. وبيخلص الموسم التاسع. وأخيرا وصلنا لآخر موسم أساسي بعد رحلة طويلة وملخبطة. الموسم العاشر والنهاية، حرب العلكة العظيمة وتجسد الفوضى. الموسم العاشر والأخير من السلسلة الأصلية بيتمحور حول التوتر المتصاعد ما بين أميرة العلكة وعمها جامبل. جامبل ده كان فرد من عائلة أميرة العلكة اللي هي في الأساس صنعتها، ولكن كان اتمرد عليها فحولته لكائن غبي. ولكن بسبب إن أميرة الفضاء الوعر رجعت كل حاجة لطبيعتها، فجامبل رجع لطبيعته وبيقرر ينتقم، وبيبني مدينة تكنولوجية منافسة اسمها جامبولديا، وبيجمع فيها كل أعداء أميرة العلكة السابقين، بالإضافة للنسخة الخضراء المتوحشة من فيرن اللي جامبل عاد بناؤه ليكون الفارس والوحش الخاص بيه. الأجواء كلها كانت بتمهد لمعركة دموية ملحمية اتسمت بحرب العلكة العظيمة The Great Gum War. الجيوش بتقف قصاد بعض والجمهور كان مستني أكشن جبار. كان هنا تظهر عبقرية وقت المغامرة في كسر التوقعات الدرامية. يرفض ينهي الصراع بحرب دموية. بمساعدة سائل الكوابيس فين بيقدر يدخل أميرة العلكة وعمها جامبل ومعاهم فيرن في حلم مشترك. في الحلم ده كل واحد فيهم بيعيش تجربة التاني ومخاوفه. أميرة العلكة بتشوف العالم من منظور عمها وهو بيشوف العالم من منظورها. الحلم ده بيخلق نوع من التعاطف المتبادل وبيخليهم يدركوا إن الصراع عبثي وإنهم كانوا هيكرروا نفس أخطاء الماضي اللي أدت لحرب الفطر العظيمة وتدمير البشرية. الصراع الداخلي الفيرن كمان بينتهي لما فين بيساعده يواجه شيطان العشب جوه عقله ويهزمه، اللي بيسمح لفيرن في الآخر I just wish I could see the treehouse one more time. Yeah, dude. إنه يلاقي السلام أخيرا قبل ما يتلاشى. الحرب بتتمنع والكل بيتصالح، لكن فجأة السماء بتنشق وبيظهر الكيان الكوني المرعب جولب. جولب ده تقريبا أقوى شخصية في عالم وقت المغامرة، واللي أقرب يعني مش لازم نفسر. ظهور جولب ملوش أي علاقة بالحرب أو بجيش جومبل. جولب هو تجسيد للفوضى المطلقة والعدم. هو مبدأ كوني مش كيان واعي عنده خطة. وصوله بيهدد بمسح عالم أو من الوجود بالكامل. في وسط الفوضى دي بيلاقوا نفسهم محبوسين جوه معدة جولب اللي بتهضم كل حاجة وبتمحيها من الوجود. التاج السحري بيكون معاهم
لكنه فقد كل السحر والأمنيات القديمة ورجع لشكله الأصلي الفارغ. بيتي بتدرك إن أمنيتها القديمة بإنقاذ سايمون وإرجاعه لعقله مش هتنفع تتحقق بإنها تخرجه من الموقف ده، لأن جولب كيان أقوى من السحر نفسه. التضحية العظيمة بتتم هنا. بيتي بتلبس التاج وبتتمنى أمنية أخيرة مش أنانية: أتمنى إني أملك القوة لحماية سايمون للأبد. الأمنية دي كانت قوية لدرجة إنها أدت لاندماج بيتي مع كيان الفوضى جولب نفسه علشان تتحول لكيان جديد بنسميه جولب بيتي. الكيان الجديد ده بيغادر كوكب الأرض سايب سايمون حي بس قلبه مكسور، شايل عبء الشعور بالذنب والفقدان لأن حبيبته ضحت بكيانها بالكامل علشان يعيش هو. وطبعا في الحلقة دي بتحصل القبلة الأولى ما بين أميرة العلكة ومارسيلين، واللي مش هنتكلم عنها كتير، احنا اتكلمنا ووضحنا مدى حقارة الموضوع ده. الحلقة الأخيرة كام along with me بتختتم بإن الزمن دورة لا تنتهي. بنشوف مشهد مستقبلي لأوه بعد 1000 سنة مع أبطال جدد جيرمي وبيث بيلاقوا سيف فين العشبي اللي نبت وبقى شجرة ضخمة. ده ملمح فلسفي بيؤكد إن المغامرة هتستمر وإن النهايات ما هي إلا بداية لقصة وتجارب أخرى. تعال معي نتسابق في الحقول، نقطف الأزهار في السهول والفرحة تطول. وبس هنا بتنتهي القصة. بس ده مش بيبقى آخر حاجة بنشوفها من المسلسل، لأن هينزل قدام سلسلة قصيرة اسمها سلسلة الأراضي البعيدة. بعد انتهاء المسلسل في سنة 2018 المشهد التلفزيوني اتغير والانتقال للمنصات بقى هو السائد. شبكة HBO Max اشترت حقوق إنتاج 4 حلقات خاصة. مدة الحلقة الواحدة 45 دقيقة تحت عنوان Distant Land أو الأراضي البعيدة. التنسيق الجديد سمح لفريق العمل بصناعة قصص أكثر عمقا ونضجا بعيدا عن القيود الرقابية التلفزيونية الصارمة لشبكة كارتون نتورك. تقدر تقول ان المسلسل ده للبالغين مش للاطفال. اول حلقه منهم هي حلقه بيمو. الحلقه دي بتعتبر بريكول، قصه قبل احداث المسلسل الاصلي. بيمو بيسافر لمحطه فضائيه متدهوره اسمها دريفت. شخصيه هوجو بتمثل الملياردير التقني المستغل. بعض من الناس شافوه اسقاط واضح على شخصيه ايلون ماسك. حلقة أوبسيديان، الحلقة بتكمل قصة مارسيلين وأميرة العلكة مع رفع قيود كارتون نتورك، حاجة زي زفت. Together Again تعتبر من أعظم الأعمال اللي قدمها عالم وقت المغامرة. القصة بتبدأ بعد عقود من نهاية المسلسل. بنكتشف إن فين وجيك ماتوا ميتة طبيعية من زمن طويل، وفين العجوز بيلاقي نفسه في العالم السفلي وبيبدأ رحلة ملحمية في العوالم الميتة ال50 للبحث عن جيك. المشهد بيستعرض صراعات جديدة. مستر فوكس أصبح الحاكم الجديد لعوالم الموت بعد أحداث تمرد قادها كيان الموت الجديد اللي اتأثر بأفكار الليتش الشرير. الحلقة بتناقش فلسفة الموت، الحزن وقبول الفقدان، وبتنتهي بلقاء فين وجيك واختيارهم العودة للتناسخ. الحلقة الرابعة مدينة الصحراء بتركز على بيرمنت باتلر، شخصية كانت مهمشة في مدينة الحلوى بس بنعرف ان ليه ماضي مظلم جدا. بيرمنت باتلر رجع طفل بعد ما تم رشه بعصير الغباء في الموسم العاشر. بيحاول يبدأ من جديد في مدرسة السحر لطالب اسمه بيب، لكن ماضيه المظلم بيطارده وبيهدده. الحلقة بتعرض شخصيات ثانوية وتفاصيل سحرية معقدة. سلسلة فيونا وكيك مسلسل جديد عن شخصيتين شبه الشخصيات بتاعتنا الأصليين اللي ظهروا قبل كده في المسلسل الأصلي. اتعمل في صيف سنة 2023 مع إصدار مسلسل فيونا وكيك كعمل موجه للبالغين فقط على منصة HBO Max، اللي بدأ في المواسم الأولى كفكرة عشوائية وتصميمات لطيفة على منصة تامبلر لرسم نسخ أنثوية من الأبطال بواسطة الرسامة ناتاشا أليجري. المسلسل بيبدأ في عالم موازي حديث، مدينة كئيبة ما فيهاش سحر خالص. فيونا شابة بتعاني من روتين الوظائف المستغلة وبتعاني من الاكتئاب واحساس دائم بانها مش في مكانها الصحيح وان حياتها ما فيهاش اي بهجه. كيك قطتها العاديه عليها علامات كآبه وغرابه اطوار. العالم ده بيمثل احباطات الجين زي، نفس الجيل اللي كبر وهو بيتفرج على وقت المغامره اللي هو احنا، واللي بيواجهوا دلوقتي قسوه الواقع الرأسمالي بدون اي سحر او امكانيات للبطولات الخياليه. على الجانب الاخر في ارض او المستقبليه، سايمون ملك الجليد سابقا بيعيش ازمه منتصف عمر طاحنه واكتئاب شديد. هو بيكره كونه تحفه اثريه او ديناصور من القرن العشرين عايش في زمن وعالم مش عالمه. الأسوأ من كده سايمون بيشعر بذنب هائل تجاه بيتي اللي ضحت بنفسها علشان تنقذه. سايمون حاسس ان حياته ملهاش اي قيمه وملهاش اي هدف، ومقتنع انه كان من الافضل لو فضل مجنون كملك الجليد وما حسش بكل ده. محاوله سايمون لعمل طقس سحري لاستدعاء بيتي بتفتح بوابه بين عالمه وعالم فيونا، وكيك بتدخل وبيبدا التشابك. بنكتشف هنا مفاجاه ضخمه ان عالم فيونا وكيك كان موجود اصلا جوه عقل ملك الجليد كتجربه غير مصرح بيها صنعها كائن الامنيات
بريزمو عشان يسلي نفسه، لأن شغلته ككائن أمنيات كانت مملة. ولما ملك الجليد رجع لسايمون وتخلص من الجنون، العالم ده فقد السحر بتاعه وبقى عالم بشري كئيب. المشكلة بتبدأ لما السكارب وهو مراجع ومفتش كوني مهووس بالقواعد بيكتشف العالم الغير مصرح بيه ده، وبيقرر يمحيه من الوجود علشان شايف ان هو خطأ في النظام الكوني. السكارب بيمثل هنا البيروقراطية الكونية والتمسك الأعمى بالقواعد الرسمية، شبه شوية كده مسلسل لوكي. ده بيجبر فيونا وكيك وسايمون للهروب عبر الأكوان المتعددة بحثا عن نسخة من التاج السحري علشان يرجعوا سايمون لملك الجليد ويستعيدوا سحر عالم فيونا وينقذوه من المحو. السفر عبر الأكوان بيعرض على الأبطال والجمهور نسخ مشوهة ومأساوية من شخصياتنا. بنشوف نسخة من فين كبرت في بيئة قاسية وبقى أب شديد، وفي بعد ملك الشتاء بنشوف نسخة من سايمون احتفظت بعقلها، لكن بنكتشف إن ده حصل عن طريق نقل جنون التاج وتركيزه في أميرة العلكة. الذروة الدرامية بتحصل في النهاية. السكارب بيهاجم عالم فيونا العادي وبيبدأ يمحيه صفحة صفحة. سايمون في اللحظة دي بيتنقل ذهنيا لكوكب أو في المستقبل في جسد شيرمي، وبيدخل المكتبة مع بيث وبيلعب كتاب لعبة خيارات تفاعلية لشخصيات اسمها كاسبر ونوفا بتعكس علاقته ببيتي. من خلال اختيارات اللعبة سايمون بيستوعب قسوة تصرفاته الماضي، بيدرك انه في علاقته مع بيتي كان اناني بشكل غير مباشر، وانه كان بيخليها تضحي بطموحاتها وتلف حوالين مدار اهتماماته هو. الاعتراف ده بيخليه يتصالح اخيرا مع اختيار بيتي النهائي بالاندماج مع جول. بيقرر انه بدل ما يضيع التضحية دي في الاكتئاب وتمني الموت، لازم يقدر حياته ويعيشها صح. بدل ما سايمون يلبس التاج السحري ويرجع مجنون علشان ينقذ عالم فيونا، بيبعت لفيونا زهرة سحرية بتمكنها من ترسيخ عالمها ككون اساسي معتمد ومستقل. فيونا بدورها بتدرك ان عالمها العادي بكل مشاكله وفواتيره واحباطاته هو عالم حقيقي يستحق انها تعيش فيه، فبتستخدم كيك اللي بقى عندها قوة سحرية لمحاربة السكارب وبتنتصر عليه. والنهاية بنشوف ان السكارب بيعاقب، فيونا بتكمل حياتها كإنسانة عادية في مدينتها بس بنظرة إيجابية ومحاولة مستمرة لتحسين حياة اللي حواليها. وسايمون بيبدأ يستمتع بحياته في أو كباحث وكمدرس، وبيفضل على اتصال بفيونا كصديق ومرشد. وبس هنا بينتهي آخر حاجة تم إنتاجها من عالم وقت المغامرة. رحلة طويلة وضخمة، وزي ما شفنا المسلسل معتمد على كتاب وناس كتير، كل حد منهم حط الانبوت بتاعه. منهم اللي حط انبوت كويس، ومنهم اللي زي ريبيكا شوجر كده حطت الانبوت العين بتاعها. فبس كانت رحلة ممتعة بصراحة، والمسلسل فعلا بسببه عالم الانيميشن اتغير وما بقاش زي الاول ابدا. يوم الاثنين لسه نازل تريلر لسلسلة جديدة مشتقة من وقت المغامرة اسمها سايد كويستس، شكلها كرتوني شبه برامج الريبوت. مش متحمس له بصراحة، بس شفتها وانا بخلص الفيديو وقلت ما ينفعش ما اقولش عليها. فبس خلونا ننهي الفيديو هنا. شكرا ليكم انكم كملتم للاخر، وكالعادة فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وتشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات اللي جاية. شكرا لكل المنتسبين الجداد.